يمكن تقول صدفة، لكن احنا بنسميها يقين. فاكر لما كنت فاكر ان دي لحظة النهاية وطلعت البداية؟ فاكر لما قلنا ان ده يوم مش هيعدي وعدى وجي احسن منه؟ في لحظة خوف شيرين، مصرية وعايشة في إيطاليا، لقت نفسها فجأة في وش احتمال يخض أي بني آدم. وأهلا بيكم في لقمة خير. الدكاترة قالوا لها احتمال يكون في ورم وممكن يبقى سرطان. شيرين خافت لكن طمعت في كرم ربنا، وقلبها قال لها حاجة تانية، قال لها اعملي الخير وسيبي الخير على رب الخير. شيرين دخلت على صفحة لقمة خير وقالت أنا عايزة أطعم 100 بني آدم وقلبي مطمن إن ربنا هيطمني. وقبل حتى ما نعمل اللقمة شيرين اتواصلت معايا وهي بتترعش من الفرحة عشان التحاليل طلعت سليمة والحمد لله مفيش حاجة. وقالت لي اعملي اللقمة بسرعة أرجوكي عشان عايزة أشكر ربنا. عملنا 60 وجبة، كل وجبة فيها سندوتشين كبدة اسكندراني عشان هنوزعها على أهالينا في دار المسنين. اسمك، لونك، حتى دينك ودنيتك، بلدك، ناسك، اعتبرنا عزوتك. وفي الختام مفيش ختام، يمكن تقول صدفة، لكن احنا بنسميها يقين. المهم ان انت تعرف انك واحد مننا. لما الإنسان يحط ثقته في ربنا ويمد إيده بالخير، الخير بيرجع له بألف شكل. واشوفكم على خير يا أهل الخير.